أهلا وسهلا بكم أصدقائي مطبخنا مطبخ سجود. اليوم حنحضر وياكم طريقة عمل الدجاج بالفرن. المكونات اللي أحتاجها مثل ما هي ظاهرة أمامكم بالشاشة: 1 استكان شاي زيت نباتي أو زيت زيتون، 2 فص ثوم أنا هنا بارشتهم بالمبراشة، 1 ملعقة كبيرة فلفل أحمر طوز أو ما يسمى بابريكا، 1 ملعقة صغيرة كمون، 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود، 1 ملعقة صغيرة زعتر، 1 ملعقة كبيرة مسح ملح، 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون، و2 ملعقة كبيرة روبا، 1 ملعقة كبيرة مايونيز، و1 ملعقة كبيرة مسح معجون طماطة. هسه نجي طريقة التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أنا أضيف زيت الزيتون، أضيف عليها الروبا، وهنا عصير الليمون، هنا الزعتر والفلفل الأسود والكمون والمايونيز، هنا الثوم، الملح والبابريكا، معجون الطماطة. وهسه أمزج المكونات كلها بشكل جيد. وهنا تتبيلة الدجاج مالتنا جاهزة. قبل لا أتبل الدجاج هنا أنا حثقبهم بالسكينة، هاي الخطوة جدا مهمة. هنا أقدر أتبلهم وأحطهم مدة يوم كامل بالثلاجة، وثاني يوم أشويهم. وإذا أنا كلش مستعجلة أخليهم بهاي التتبيلة لمدة 6 ساعات وبعدين أشويهم. هنا تبلت الدجاج، أصبح عندي جاهز. هسه حضيفه بالبايركس اللي راح أشوي بيه. طبعا الخضروات اللي راح استخدمها أنا هنا: البطاطا والجزر. أي نوع خضروات انتو تحبون تقدرون تضيفونه، انتو مخيرين، بس أنا هنا اختاريت البطاطا والجزر. هنا بعد ما تبلتهم حضيفهم بالبايركس. وهنا كملت عندي التتبيلة. وأنا أدخلهم الفرن على درجة حرارة 190 لمدة 40 دقيقة. وهذا الشكل النهائي إلها. ولا تنسون حبايب قلبي من اللايك والاشتراك، وفعلوا خاصية الجرس حتى يصلكم كل إشعار جديد من قناتنا. ومع السلامة.